السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي. انا النهارده الفيديو بتاعي اعصب اللحمه اهي. حطيت توم وبصل اهو مخرطاه على بعضه، وهعصب فيه نص كيلو لحمه واحشي بطاطس. بشوف الناس بتعملها وكنت بعملها زمان، فعايزه احشيها وافرجكم عليها. ده الروتين بتاع النهارده. هعمل بطاطس بلحمه مفرومه واعمل رز جنبها بشعريه واحده وواحده. وانتوا ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير ونجح ولادكم وولادنا يا رب. النهارده بقى ايه؟ هيبقى الاكل سهل، ما هوش صعب ولا حاجه. اهو شوف ديت الثوم والبصل، حبيت احط لها ثوم عشان تديها ريحه حلوه. هشوح بس البصل واحط عليه اللحم. شوفوا ولاد ابني، البنت جايه عندها 5 اشهر لسه مكملش السنه، عايزه تزحف وقاعده جنبها هي وابن ابن التاني. كل سنه وانتم طيبين عقبال ولادكم. كده البصل اصفر شويه، خدوا تشويحه، والثوم دول هيسيبهم اعمل بهم مكرونه بشاميل بكره نعيش لو كان لنا عمر. مش عيب تطلع من الثلاجه متجمده كده، بس كانت تحت ما حطيتهاش في الفريزر. شاريها امبارح وما حطيتهاش في الفريزر تحت، عشان قلت اعمل فيديو النهارده. بصوا يا حبايبي، وهنا حبه فلفل اسمر اهو هحطه. وملح اهو. خياطه وعندي قماش ومش عملت مسكات، كل ما اعملهم يرموهم من عند البوتاجاز وما الاقيش ولا حاجه امسك بيها. يعني لما اجي اعمل فيديو يا حبايبي لازم ادور على امسك بايه واعمل ايه. كل حاجه اولاد ابني ايديهم عفاريت ياخدوها يضيعوها ليه من عند البوتاجاز، بيلعبوا في اللي لهم فيه واللي ما لهمش فيه، وجايبين لهم لعب وكل حاجه لازم يلعبوا في الحاجه بتاعتنا. يا رب تكونوا بخير وربنا يحقق امالكم والقناه بتاعتك تجيب لي قرش بقى. بقى لنا 3 سنين اهو، ربنا يصلح الحال. بس العيب فيا انا، حاسه فيا في ايه بقى؟ انا اعترف كسليه، كل 10 ايام على فيديو، كل 20 يوم اكاس ما الاقيش حد يصورني. ظروفي هنا ما تسمحش اروح اخيط في الدكان، اكون ورايا اي حاجه تانية على ما يناولوني الحاجه اعمل بها بالعافيه على ما يناولوني. فانا اعمل ايه بقى في العيال دي؟ ربنا هدي بنت النهارده قالت لي يلا يا ماما اعملي فيديو، اصل انا لا بعرف احط نفسي في فيديو. طب ما اعرفكم يا حبايبي، ولا اعرف غير اني اقرا بس. يعني انا كنت تلميذه بقى ايه، مش فاشله، القرايه والكتابه قسطه بتاع زمان. بس المشكله في ايه؟ في ان الجيل الجديد اللي عارف في التليفون والحاجات ده انا ما اعرفش فيه. بس افتح التليفون صح واقرا لو حد بعت لي تعليق. ما اعرفش انا ابعت تعليق ولا اعرف اعمل تعليق لنفسي، غير اعرف اعمل لايك بس في اول ما الفيديو
فيعني غصب عني ما تزعلوش مني. المتابعين بتوعي اللي يقولوا ما تردش علينا، انا بقول لابني رد عليكم والله. كل يوم اقول له رد على الناس اللي بيتابعوني. وده اللي مخلي مفيش تفاعل على القناه، انما انا بحبكم وربنا يصلح حالكم ويصلح حالي ويجي لي قرش من القناه وربنا ينجحنا. انا شايبه اهو بس نفسي انجح برضه. يعني النجاح مش للتلامذه بس، برضه اللي عايز يعمل حاجه ربنا ينجحه في حياته، في مشروع عامله، في يعني ده بزود دخلي وكده، واولادي بياكلوا من ضمنه، واولادي بتنفع العمليه يعني محتوى حلو. بعمل اكل لاولادي في نفس الوقت وبصور، بدل ما اقعد انام عيانه كده اعمل حاجه نافعه يعني. وعندي اكلات كتير هعملها لكم واوريكم الكشري واوريكم البصار، الاكلات الشعبيه والمسقعه والبدنجان، عندي كذا اكلات كتير. فانا باذن الله ربنا يعينه ويدينا الصحه ويديكم يا رب كلكم انتوا واولادنا ويصلح حالكم. هبدا ربنا يعيني اليومين دول حلو اهو، هعمل كل يوم بس ربنا يعين ولادي ويخليهم يسمعوا كلامي، وانا هعمل والله. هروح اشتري واعمل كل حاجه، وربنا يهدي اللي بيصوروني ويهديهم ليه. الزيت معرفش بينشف من عليها ولا ايه. اللي عايز ينجح يا حبايبي زي التلميذ اللي ما يذاكرش، بس هي دي بيقولوا بتقعد 3 سنين، اللي ما يذاكرش هينجح. انا ما بعملش كل يوم، المفروض كل يوم او كل اسبوع حتى افكر الناس بيا واحد. مع السلامه، هوريكم وانا بحشي بقى. مع الف سلام شويه، مع السلامه. اللحمه اتعصبت. انا مش همسك في الفيديو بالعلاقه، انا هحطها في الصاله على باجي وهلعب بيها. وريهم بقى. طيب والله بصور. سلام عليكم. امسح الحته دي. كده طب سيبنا بنصور، مش عايز اسمع كلام عشان ما اضربكوش قدام الناس. ده مش عارف. صورتي؟ سلام عليكم. بعمل اهوت يا حبايبي ورجعت لكم. بحشي اللحمه المفرومه اهيت متعصجه يا حبايبي اهي، بصل وثوم وفلفل اسمر وملح، وبحشيها وافرجكم عليها. وهنا طماطم اهي، بغلي طماطم اهيت وحوجتها، حطيت عليها فلفل اسمر وملح وكمون اهي، بغليها واحط عليها زيت وارشها فوق اللحمه المتعصبه دي بقى يا حبايبي. تتعمل وتتحط فضلة خيركم، تتاكل مع رز وسلطه، رز بشعريه تتاكل معاه. اللحمه سخنه عمالها تحرق ايديا. واحط عليها جبنه موتزاريلا الاخر بعد ما احشيها وادخلها الفرن، واعمل الرز بقى بشعريه على البوتاجاز هنا، على البوتاجاز ده في حل اهو. تغيير يا حبايبي، على الله فيديو يطلع على نفسنا ربنا ينفخ في صورتنا زي التلميذ اللي نفسه ينجح. انا نفسي برضو القناه تعلى وتطلع للنور بفضلكم وفضل ربنا. اللهم صل على حضرة النبي. ادينا عايزه اسكت بقى لغايه ما اخلص وبعملها، واقول له هرش عليها الصلصه دي كده، وبعدين احط عليها الجبنه الموتزاريلا. مع السلامه يا عزيزي. مع السلامه. لسه مجمدة، بس مش مجمدة ايه؟ مش مجمد، مجمدة، مش مجمد، مش مجمد، مجمد. طب هاتي موتور كده. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عملت صينيه كفته اهي، كفته اهي فضلة خيركم اهي زي بتاع المطاعم. عملتها بفلفل اسمر وملح وقلبتها وخضار اهي، وخضار وصبعتها وعليها فلفل اسمر وكل حاجه. ارش عليها كبشه واحده من ده اهي، واحمرها واطلعها من الفرن تشوفوها. وديت اهيت
البطاطس اهي المحشيه لحمه مفرومه، ورشيت عليها جبنه موتزاريلا اهي يا حبايبي، رشيت عليها جبنه موتزاريلا. اعدلي اعدلي، تعالي يا عزه اعدلي اهي يا حبايبي. عملت الطماطم غليتها سبكتها وزودتها ميه بسيطه علشان البطاطس تستوي. العيال مبحرين الجبنه الموتزاريلا والحاجه. ايه طب سيبها بس يا تمام. حطت البصاصة لنفسها، حطت البصاصة لنفسها. ماشي اهو يا حبايبي، اتفرجوا هم تتعملوا من كله اهم، اسويهم وافرجكم عليهم. مع الف سلامه يا حبايبي، مع السلامه. اتفرجوا دي صينيه كفته عملتها اهي مع البطاطس اللي باللحمه المفرومه اهي اهي. دي بطاطس باللحمه المفرومه رصيتها وحطيت عليها صلصه وطماطم وشربتها وشربتها وحطيتها في الفرن والخضار تحتها اهو. اعملي اللقطه يا عز. ودي كفته برضو، عملت هنا كفته وهنا السلطه اهي، سلطه الطحين. يا رب يعجبكم. اتفضلوا معانا، اتفضلوا معانا يا حبايبي، مع الف سلامه.